80% من الأشخاص يناسبهم هذا الجهاز، ولكن الأغلب يختار الآيفونات المحترفة ولا يستخدم ميزاتها. 90% من مواصفاته نفسها موجودة في الآيفونات المحترفة. لأول مرة الشاشة نفسها طبق الأصل اللي موجودة هنا، ونفس الشيء نظام الحماية ضد الكسر، وحتى كاميرا السيلفي الجديدة والرهيبة موجودة هنا. وبصراحة حتى ألوانه أجمل ولكل الأذواق. اللي ينقصه عدسة التقريب، والمعالج قوي ولكن مش برو، لكنه يشغل كل شيء يشغله البرو. في نواقص صغيرة ولكن المستخدم العادي ما راح يشوفها. والبطارية راح تدوم يوم كامل للاستخدام المتوسط والخفيف، وأفضل بساعة من النسخة السابقة. هذا هو الآيفون 17 باللون الأخضر الرمادي. السبب الرئيسي الناس ما تختار هذا الجهاز هو بمجرد انه ما يحمل اسم برو، وايضا لانه بنفس تصميم النسخة السابقة، تصميم جميل ومواصفات رائعة، واعتبره افضل ايفون قيمة هذا السنة. تعرف ان اضافة حجم المساحة الداخلية من 128 الى 256 بدون لا يزيد السعر، بالاضافة ان خلال اخر 5 سنوات ما تغير سعره.